بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي في قناتكم اطبخ وتعلم مع مينو بسملة. Cook and learn with مينو بسملة. وصفتنا النهار اليوم البنات رايحة نبدا لكم في الوصفات اللي نقدموهم كلمجة للأطفال، الوصفات اللي يحبوها بزاف الأطفال، وماذا بينا نخدموا حاجة كما يقول لك في المنزل بيدينا، نعرفوا واش ياكلوا أولادنا أحسن من أننا نشرو من برا. وصفة كوكيز البيمو بطريقة رائعة ويجو أربح. ما صدتش كيف ندير نعبر لكم، يعني حبيبات كما يقول لك الحبة تتكي على جهة وتزيدي على جهة بتكفي تكمليها. كبرت الحبات مع كريمة البندق البنات اللي كنت ديجا درتها لكم من قبل منزلية. وشوفوا لي البنات كيفاش يجوا مقرمشين من الخارج وطريين ومعلكين من الداخل. نقولوا بسم الله على بركة الله ونبداو المقادير. عندنا كأس إلا ربع مارغرين ذائبة، كأس إلا ربع سكر حبيبات، رشة ملح حبة بيض، كأس وتقريبا كأس إلا ربع تاع فرينة، طحين، ملعقة صغيرة فانيلا وعطر الفانيلا والزبدة. يعني ماما الوصفة الأصلية تنخدم بالزبدة، يا درت أنا عطر الزبدة مع نصف كيس خميرة الحلوى، وعلى راس المغرف رشة فقط بيكربونات كما تقدروا تستغناو عليها. بسم الله. في الغيسيبيون تاعنا حطيت هذيك المارغرين ذائبة ما يعادل 160 غرام. راح نكتب لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف كل المقادير بالغرام وبالكاس. ضفت عليها الكاس الا ربع سكر حبيبات، رشه ملح، نخلطها هكذا بالفوي غير بالاستعمال بالضراب اليدوي. من بعد نضيف حبه بيض. صدقوني البنات فيها تقدروا تقولوا طريقه التحضير تاعها بين التحضير والطهي واحد 20 مينوت الى كما يقول لك 20 دقيقه الى 25 دقيقه او ماكسيموم، يعني توجديهم في وقفه تاع صح ما تعجزيش عليهم. سورتو تكون بحرت لك هكذا بديري القهوه تاع العصر. ضيفوا ملعقه صغيره فانيلا وعطر الزبده والفانيلا. انا فضلت انني ندير الفانيلا على جال الاحمرار، تقدروا تستغناو باسكو درنا العطر مكتوب فيه الزبده والفانيلا. انا ديك القرعه محتفظه بها، كل ما تخلص لي كل ما نزيد نشري ونعمر فيها. رايحه نضيف دروك النواشف. عندي كأس وكأس وإلا ربع تاع فرينة. البنات الكوكيز هذا سميتوه كوكيز البيمو باسكو رانا رايحين نخدموه بالبسكوي الجاف. انا ما استعملتش البيمو، ما كانش متوفر عندي، دوك تشوفوا باش عوضته. اذا حطيت الكأس الاول مع ملعقه صغيره او نصف كيس خميره الحلوى هكذا بالاستعانه قلت لكم بالمصفاة وعلى راس المغرف. شوفوا يعطي لها واحد الخفه هذه البيكربونات. الا ما كانش عندكم استغناو عليها عادي. هذه هي انا قلت لكم نستعملها بكثره، موجوده عندي في المنزل كما يقول لك العام 12 شهر. قلت لكم نستعملها الاطفال والكبار كاع نستعملوها ليزافت تاع الفم، تقرحات الفم. هذه هي حبيباتي. ورايحه نضيف الكأس الا ربع ما يعادل 220 غرام. مقادير مضبوطه. نوعيه الفرينه المستعمله فرينه حمامه. قلت لكم راه عندي 3 اشهر طواله كنت نستعمل ماما، دروك راني نستعمل فرينه حمامه تاع 10 كيلو. راهي تخرج لي هايله، راني نخدم بها كلش. كنت نخدم، شوفوا خدمت بماما، خدمت بصوصيمي، خدمت تقدروا تقولوا كاع الانواع خدمت بها. وظرفه كما يقول لك درت وليت الحمامه. كملت هذاك الكأس وكأس إلا ربع تاع فرينة ما يعادل قلت لكم 220 غرام. أؤكد كل المقادير ستجدونها أسفل الفيديو بالضغط على العنوان في صندوق الوصف. هنا البنات اللي قلت لكم رايحين نضيفوا ضربك. شوفوا العجينة ما زالت تتلاصق لنا، لازم تكون تتلاصق. هنا ضفت حوالي من 100 إلى 150 غرام تاع شوكولا. قد ما ديري لها شوكولا قد ما أنا كان عندي واحد 2 حبات تاع شوكولا نواغ ولي بيبي دو شوكولا. نجو البنات لهنايا ندو 5 حبات بسكوي جاف. لكن حرية الاختيار. انا موالفه البنات اول مره نستعملها بالماكاو. انا موالفه ندير البيمو، يبغى الاولاد بالبيمو ما بالماكاو وجات رائعه. جربوها حبيباتي ورجعوا لي الخبر. انا من نهار جربتها هذه الوصفه كما يقول لك ما نستغناش عليها. هكذا فتوهم غير هكذا الى قطع يكونوا، يعني ناكد لكم 5 حبات البنات الى قطع تكون متوسطه هكاك. شغل كي تاكلي كتستبني باللي حاجه. شوفوا ذو الكوكيز كي تاكليهم ما يجوش كما الكوكيز العاديين، تحسي باللي راه كاينه فيهم الطعم يعني كما يقول لك غريب. وضفت هذيك الشوكولا
أؤكد من 100 إلى 150 غرام، يعني كل ما تضيفي الشوكولا كل ما الحياة تجي واعرة. هذه حبيباتي شوفوا العجينة مازالت تلتصق. واش ندير؟ غطيتها ودخلتها للثلاجة حوالي من 5 8 إلى 10 دقائق أو ماكسيموم، هكذا بالفيلم الغذائي وإلى الثلاجة. إلا كنتي مزروبة تقدري ديريها في المجمدة، مجمد 5 دقائق تكفي. هنايا بعد ما جبدتها من الثلاجة تاعي كيما راكم تشوفوا، نجي دروك نفاصونوها. شوفوا البنات، انا نستعمل هذه الملعقه تاع الايس كريم، واللي ما عندهاش استعملي غير يدك هكا، عينك ميزانك. شوفوا حبيباتي، انا على نستعمل هذه الملعقه ما تجيش حبه فايته حبه. شوفوا البنات هنايا هكذا، انا نبغي نسقمهم هكا ديغالات صغار بهذه الطريقه. نزيد معكم حبيبه اخرى، قلت لكم تقدروا ما تستعملوش تستغناو على هذه الملعقه. البنات راني نحاول قدر المستطاع انني ندير لكم الوصفات الاقتصاديه. راكم ملاحظيني القناه تاعي حوسوا كاع في القناه تاعي لا تصيبوا وصفه مكلفه، دائما نحاول ندير لكم الوصفات الاقتصاديه. بالنسبه لي ما يكونش متوفر عندها البسكوي، تقدري تزيدي تضيفي حوالي ربع كاس اخر تاع فرينه، يعني تكملي ديري 2 كيسان فرينه. بصح انايا فضلت انني نديرهم قلت لكم بالبسكوي، يجوا ألذ وألذ. 12 حبه قطعت لي البنات. بالنسبه لطريقه الطهي تاعهم، سخني الفرن تاعك مليح، نقصيلو على نار متوسطه، كتسيبيهم حماروا لك من الاسفل، طفي وشعلي من الفوق، داولي 10 الى 12 دقيقه. شوفوا ما يطولوش كاع، انت كتقلبيهم وتسيبيهم مازالوا طرايه، بصح كي تخرجيهم تسيبيهم مقرمشين قلت لكم من الخارج وطاليين من الداخل. حبيبات درتهم دوك التواله، سختو التواله ما عبرتش بديك الملعقه، قلت نكمل بالخف. كنت مع الميناج لو غران ميناج، راكم عارفين بعد ذيك الغبره ديك الرياح الصحراويه هيا شفت بديت تسلكي. درت حبيبات قوجه حبيبات كما قال لك صحاب العاصمه. شوفوا البنات صوص الكراميل، عفوا صوص البندق، درت لكم صوص البندق وصوص البيستاشيو، راهم موجودين في الفيديو تاع كتبوا باتيسيري سنيوه مينو بسمله، واي فيديو تحوسوا عليه كتبوا الوصفه وقدامها كلمه مينو بسمله في محرك البحث، راح يخرج لكم بالتفصيل الممل. اوكي، سينو دخلوا قناتي وصفحوا. هذه يا حبيبتي. ودرت شوفوا البنات انا كانوا شويه ساخنين، راكم شايفين لاصوص شويه هبطت لي، يعني مبقاتش شاده روحها. ولحقنا لنهايه الفيديو وجيت نقسم لكم. شوفوا كيف يقسموا، راهم راهي كلش امامكم من اروع ما يكون، طريين من الداخل ومقرمشين من الخارج. يعجبكم الفيديو ما تبخلونيش بالجيم. سلام.